تعالى اقولك بقى ازاي تعملي الغدا والحلو والايس كوفي كمان بتاع الكافيهات الكبيرة باحلى طريقة. ازاي تقدري تعملي وصفات كتير جدا 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 بحاجة واحدة بس هوريها لك، هتبقى بعد كده ايدك ورجلك في البيت، واعتبريها سر من اسرار المطبخ. اول حاجة بس عشان نبدأ نعمل الغدا قلت لنفسي انا هعمل النهاردة بصارة. كنت نقع فول مدشوش قبلها بيوم، بحب اغلي مية بره في البويلر او في الكاتل زي ما انتم شايفين كده عشان تسرع معايا واكسب وقت. وبعد تجربة شهر كامل من غلاية هوساكي حبيت ارشحها لكم وبشدة. بتستحمل جدا، فيها ليد زي ما انتم شفتوا كده بيشتغل ساعة التشغيل بينور ازرق، بتفصل اوتوماتيك بمجرد ما انتهاء الغليان. فيها امان كمان ضد الحرارة الزايدة، يعني بتفصل لوحدها لو حصل اي حاجة خطر، يعني مش هتتحرق منك على ضمانتي. والجسم الزجاج بتاعها متعدد الطبقات ومقاوم للكسر، ما بتتكسرش بسهولة. يعني عايزة اقولك ممكن تتخبط مني خبطة كده ولا كده في المطبخ زي ما انتوا عارفين وما بيحصلهاش اي حاجة. المهم حطيت المية المغلية، حطيت بصلاية كبيرة كده، وحطيت معاها حبة فلفل اسود صغيرين، معلقة كزبرة ناشفة، شوية ملح برضو بس لسه هزود شوية ملح كمان، واسيب الفول يستوي مع البصلايه سوا حلوة قوي. بعد ما اتهرى كده زي ما انتم شايفين، بصوا البصلايه كمان اتهرت. مع الفول هحط شويه خضره، شبات وكزبره وبقدونس، كميه حلوه كده، حوالي مثلا 3 كوبايات كبار مليانين خضره مشكله. حطهم يغلوا غلوتين 3 كمان في قلب الفول، ما بسيبهمش يغلوا كتير بصراحه. ضفت المره دي بقى زي ما انتوا كنتوا بتقترحوا عليا شويه نعناع. ده نعناع ناشف مش نعناع اخضر. ويجي دلوقتي بقى دور البطل ده. بصوا حبيت اوريكم التفاصيل الاول من قريب، شايفين جودة الماتيريال بتاعته عاملة ازاي؟ بجد البراند ده برضو هوساكي، نفس البراند بتاع الغلاية. البراند ده حقيقي عامل جودة وخامة ممتازة جدا جدا، أعلى من أعلى براند أنا استخدمته. للأمانة أكيد أكيد أنتوا عارفين إن أنا استخدمت أكتر من نوع للهاند بلندر. حقيقي جودة الهاند بلندر ده ما تقلش أي حاجة عن البراندات العالية التقيلة اللي ليها اسمها المعروف بقاله سنين في السوق. هكلمكم عن براند هوساكي، هو بقاله خبرة في السوق 43 سنة. هاند بلندر هوساكي يعتبر 5 في 1. بيجي معاه الكبة الجميلة اللذيذة اللي انتوا شايفينها دي، بتعمل بصل سواء خشن او ناعم. يعني هوريكم دلوقتي ازاي هنعمله خشن عشان نعمله على وش البصارة كده تقلية يعني، او نعمله ناعم عشان اي حاجة تانية بقى انتوا حابينها. يعني من اكتر الحاجات كمان اللي انا حباها في هاند بلندر هوساكي انه عليه ضمان 2 سنين، وان دراع الفرم بالكامل مصنوع من الستانلس ستيل ومقاوم للصدأ وبيعيش مدة طويلة. وده نادرا على فكرة لما بنلاقيه في جهاز والسمك اللي انتوا شفتوه كمان في الاول وانا بطحن بيه بصوا هنا البصل عملته خشن، ضربت بس بالسرعة البطيئة. هو فيه سرعتين كمان الهاند بلندر ده، ودي برضو ميزة فيه. ضربت بالسرعة البطيئة وقت قصير جدا مش طويل، فيديني الفرم خشن كده. طب لو انا عايزة الفرم ناعم بضرب بقى بالسرعة الأعلى اللي هي تحت دي، اللي انا بدوس عليها لان اللي فوق دي بطيئة، اللي تحت أسرع. بضرب بيها هي السرعة الأعلى، وبدي أكتر كمان إيه ضربتين 3 زيادة، فبيديني بصل ناعم زي ما انتوا شايفين كده. وده يعني مش أي كبة بتطلع البصل ده، يعني انت كده معاكي الهاند بلندر والكبة، يعني حالتهم ما فيش بعد كده. هنا بقى كانت البصلة خلاص خدت لون حلو، هصفيها كويس من الزيت عشان هي دي اللي انا هحطها على وش البصارة، واحط الباقي بقى على البصارة واقلب، ويبقى كده كلي بقى احلى بصارة. نسيت اقول لكم بقى حاجة مهمة جدا لما كنت بوريكم الغلاية، ان الغلاية دي ساعتها 2 لتر، هي 1500 واط، فيها خاصية الفصل التلقائي عند الغليان، وفيها مؤشر لمستوى المية، وشكلها انيق جدا زي ما انتم شفتوا، خامتها قوية، وبصراحة ادائها سريع، وبتغلي المية بسرعة ما بتطولش. بص انا عايزة اقولك كمان من ضمن مميزات هوساكي، غير انها بخبرة 43 سنة، ان ليها قطع غيار متوفرة مدى الحياة، وخدمة ما بعد البيع بتفهمك كويس وبتدعمك بصراحة مهما تبلغوا عن اي حاجة في اي وقت. ده غير الضمان الحقيقي طبعا انه لمدة 2 سنين. هوريكم بقى القطعة المهمة بالنسبة لي جدا واللي بحبها واللي داخلة كده وقاعدة ومربعة جوه قلبي. هنعمل بيها اول حاجة صينية كيك. انا حطيت 4 بيضات، معلقة فانيليا، كوباية سكر، وهضربهم كويس قوي بالقطعة اللي انتوا شايفينها دي العبقرية اللي هي مضرب السلك. مضرب السلك بتاع البيض ده مضرب بيض بيجي برضو مع الهاند بلندر. هحط عليهم نص كوباية زيت واكمل برضو ضرب، وبعد شوية احط كوباية لبن،
وادي ضربه خفيفه بقى بعد ما احط اللبن. وفي الوقت ده هضيف بقى الدقيق، عباره عن كوبايتين ونص دقيق وظرف بيكنج باودر، هقلبهم حلو قوي. وبرده هكمل بالمضرب القمر اللي انتوا شايفينه ده. انتوا متخيلين يعني هاند بلندر يغنيكي عن الخلاط، عشان هتضربي بقى الحاجه وهي سخنه في قلب الحله كده زي ما انا عملت البصاره. هتسبكي طماطم، هتضربي بعد ما تعملي الطماطم وتنزل ميتها، هتضربي برده بالهاند بلندر. هتعملي اي حاجه، عصاير بقى، اي حاجه عايزه تعملي فيها خلاط. وفي نفس الوقت كبه، وفي نفس الوقت مضرب بيض. يعني ما تشتريش مضرب بيض وما تشتريش خلاط وما تشتريش كبة، اشتري بس الهاند بلندر ده. انا بعتبره بصراحة من القطع الاساسية كده في المطبخ، حقيقي مش هتقدري تستغني عنه ابدا. عايزة اقولك كمان لو طالعة مصيف خديه معاكي المصيف وانتي مطمنة ان انتي، لو في ناس بقى بتحجز شاليه مثلا تقعد فيه اسبوع ولا حاجة وهي بتعمل الاكل والشرب وكده، فخدي معاكي هاند بلندر ضروري. هاند بلندر هوساكي هيغنيك عن اي هاند بلندر تاني، لانك هتلاقي فيه الكبه وهتلاقي فيه مضرب البيض وهتلاقي فيه الخلاط، يعني مش هتحتاجي كل الاجهزه دي. المهم انا دهنت الصينيه هنا مقاس 30 في 40 بقطعه زبده، حطيت فيها الكيك، كانت مستواها قليل كده، احنا عايزينه كده مش عايزينه عالي. دخلناها الفرن على درجه حراره 180، قعدت 35 دقيقه بالظبط. وبمجرد ما تبرد نسقيها ب3 كوبايات حليب، حاطين عليهم سكر على قد التحليه على قد ذوقنا، وظرف فانيليا بس اقتصادي اهو، مش هنحط بقى ولا كوبايه كريمه سايله ولا عشان نضيف اي اضافات. هنجيب بقى كوبايه كريم شانتيه، هنحط عليهم معلقتين كبار سكر بودره وكوبايه حليب ساقعه، وبرده هنضرب بالمضرب البيض القمر بتاع هاند بلندر هوساكي. هنضرب بيه، بصوا كفاءته طلعت تحفه تحفه. بصوا في الاول هنضرب بس بالسرعه الهاديه عشان خاطر ما نبهدلش بس الدنيا حوالينا، وبعد كده هنضرب بالسرعه الاعلى منها. هنا اكتشفت انه كان محتاج سائل تاني اللي هو حليب تاني يعني، فبدأت ازود شوية بشوية. المضرب كفاءته حلوة قوي، والكريمة كمان بصراحة كانت حلوة، فعشان كده خدت حليب تاني فكترت اكتر بكتير. كل ده طالع من كوباية، بص الكمية قد ايه طالعة من كوباية، ده دليل ان كفاءة الهاند بلندر حلوة قوي. القطعة دي انا بعشقها، بتاعة الهاند بلندر بتاعة المضرب تحديدا، انا بعشقها. هحط بقى الكريمه كده فوق الكيكايه بعد ما كانت شربت خلاص كل الحليب زي ما انتم شايفين كده، وهوزع الكريمه حلوه قوي واسويها كمان. عايزه اقول لكم ان المنتجات هتلاقوها سواء الهاند بلندر او الكاتل هتلاقوه متوفر في كل مكان في مصر، يعني هو عندهم بيوزعوا في المحلات، يعني ممكن تسالوا في اي محل. تمام، عايزين تطلبوا اونلاين انا هحط لكم برده اللينك بتاعهم. فدي احلى حاجه، الحاجه اللي بتلاقوها في مكان دي برده تكونوا مطمنين ناحيتها يعني. وبجد طلعت انا ما كنتش متخيله ان هي كماتيريال كبيره كده وتقيله ومحترمه كمان في نفس الوقت. بصوا هقول لكم ممكن تستعملوا كمان الهاند بلندر في ايه تاني. بصوا انا جبت شويه سكر خشنين شويه وفيهم لون غامق سنه، قلت عشان اعمل بيهم كراميل، وكنت بعمله وبتمنى انه يقطع ويفرول ويحبب زي ما انتوا دايما تقولوا لي بنعمل الكراميل وبيحصل له كذا وكذا. وحطيت كمان لبن، ما حطيتش كريمه. كل ده عشان عماله اقول للناس ايه، وما بداتش بالزبده، يعني قلت لنفسي طب اتاخر يمكن حد بينسى خطوه الزبده بعد حرق السكر على طول. فالمهم حطيت السكر وحرقته زي ما شفتوا كده، وحطيت عليه اللبن، واقول يا رب يقطع يا رب يفرول عشان اقول لكم نعمل ايه واوريكم عملي. وبرده مفيش فايده، حطيت بقى الزبده واضطريت يعني. بس في حاله وهو للامانه ما طلعش مقطع معايا، مش عارفه ازاي يعني. بس المهم لو بتعملوا كراميل زي كده وطلع بقى مخرز او مقطع او فصل او حبب او رمل، عمل معاكم اي مشكله، ايه حله بقى وعلاجه ان انتوا تتفادوا ان هو يطلع ناعم واملس زي كده؟ انكم تضربوه على طول في ساعتها بالهاند بلندر، يعني خلاص من قبل ما يبرد، يعني انتوا خلاص خلصتوا اهو، بس هنتخيله يعني ان هو خرز او رمل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب القطعه القمر دي، بصوا كلها ستانلس والله، قطعه محترمه جدا، انا مستقيمه يعني، حاساه قيم قوي الهاند بلندر ده. هنضرب على طول الكريم كراميل، هتلاقوه بقى املس جدا معاكم وناعم وزي الفل. وخصوصا بصراحة هاند بلندر هوساكي، يعني انا حقيقي انا ارشح الهاند بلندر ده وبشدة. كفاية جودة الخامة نفسها اللي معمولة منها الهاند بلندر. طبعا كمية الكراميل اللي انا كنت عاملاها دي كانت قليلة، يعني هي كانت اختبار بس عشان عايزاها اتخرز واوريكم هعمل فيها ايه. بس طبعا انا زودت من كراميل تاني كان عندي في التلاجة، عملت ببواقي الكريمة كده خطوط، وبدأت اروح واجي كده بحرف سكينة صغير او بخلة شيش طاووق او اي حاجة يعني، عود خشب عشان يدي بس الشكل الحلو الجميل ده. كده تبقي عملتي من الهاند بلندر ده احلى كيكة تريليتشيا، او بيقولوا عليها ايه، اشطوطة،
يعني سميها زي ما تسميها. انا مش عارفه اولادي بيجاملوني ولا بيحبوني ولا بيقولوا كده ليه، مش عارفه، بس بيقولوا لي بصراحه يعني احلى من اللي بناكلها في المحلات بره، او لدرجه ان هم لما جابوا من المحلات ما بقوش بيجيبوا منها تاني وبيعتبروا ان لا بتاعه البيت اجمل. فجربيها وابهري ولادك بيها، وخصوصا خصوصا بالهاند بلندر بتاع النهارده. بصي اوريك قوام الكيك عامل ازاي، شارب بقى باللبن يا نهار ابيض ومنغنغ كده، وعليه طبقه الكريمه وشويه الكراميل يا نهار ابيض مش قادره. كل اللي اقدر اقوله لك انك هتدعي لي لما هتجربي هاند بلندر هوساكي الخمسة في واحد، اللي عليه ضمان سنتين، وقطع الغيار بتاعته متوفره مدى الحياه، وبيتوزع في اماكن كتير جدا. انا بس بفكرك دي المميزات اللي موجوده فيها. ميزه كمان على بال ما اقول لك انا بعمل ايه دلوقتي، احلى حاجه اني وانا موصله بالكهرباء وشغاله ما فيهوش ماس ابدا في القطع الاستانلس، لان انا جربت نوع قبل كده وكان فيه ماس وكان بيلسعني وانا شغاله بيه. فده بسم الله ما شاء الله في درجه من الامان عاليه جدا، يعني السيفتي معمول حسابه قوي قوي وهم بيصنعوا الهاند بلندر ده. المهم انا دلوقتي بقى هعمل ايه، هعمل ايس كوفي بالقطعه بتاعه الهاند بلندر، اللي هي السكينه اللي هي بديله للخلاط، او ممكن المضرب اللي انا حاطاه قدامي. حطيت بس 3 معالق من القهوه سريعه الذوبان، حطيت عليها 4 معالق كبار سكر، لكن القهوه سريعه الذوبان معالق صغيره، لكن السكر معالق كبيره، وضربت بس بالهاند بلندر في قلب الدورق بتاعه. يعني الدورق ده بيجي معاه اللي انتوا شايفينه اللي انا ضربت فيه الكافي، ضربت فيه القهوه، بيجي معاه. بحط بس شوية كراميل كده على حروف الكوباية عشان يبقى شكلها حلو، احط بقى مكعبات التلج. عايزة اقول لكم ده برضو الولاد بيقولوا لي بيبقى غني وكريمي وتقيل وجميل، فجربوا الطريقة دي للولاد بدل ما تطلبوا الايس كوفي بره، لا اشربوه في البيت كده، فظيع. مش ممكن، هتحسوا ان هو احلى من الكافيهات الفخمه الكبيره. واوعدكم ان انتوا هتقولوا لي، هترجعوا تقولوا لي جربناه وطلع فعلا في منتهى اللذاذه والجمال. هتصبي بس عليه بعد ما تحطي كده اللي احنا ضربناه ده فوق التلج، هتصبي عليه الحليب اللي انت عايزاه وخلاص، واشربي بقى شفاطه من غير شفاطه اللي يعجبك اللي انت عايزاه. بس وبكده تبقى عملتي غدا وحلو ومشروب، كل ده بحاجه واحده بس، الهاند بلندر. على ضمانتي هاند بلندر هوساكي هيعجبك جدا، هو والغلاية كمان. الاتنين بصراحة احلى من بعض عن تجربة. الغلاية انا بقالي اكتر من شهر بجرب فيها، والهاند بلندر يمكن بجرب بقالي فترة اقل، بس خطير بصراحة في كل الوصفات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة، بحبكم جدا في الله.